الكابتن احمد شبير والكابتن ايمن يونس يعني هيجوا في مباراه الساعه 7 اللي هي الاهلي وبتروجيت اللي كانت متاجله ايضا من الاسبوع 17. وادي دجله صاحب الزي الاصفر والشورت الاسود، والمصري صاحب الزي الابيض، والملعب هو النادي الاسماعيلي، والثلاث نقاط مهمه لكلا الفريقين. وادي دجله عاوز يستمر في المقدمه، بيحتل المركز الثالث حتى الان ب 29 نقطه، والمصري عاوز يخرج بالثلاث نقاط عشان يخش في الحته الدافيه بتاعته. النهارده الاتحاد بيلعب مع الداخليه، عاوز يهرب بقى فيه دلوقتي مباريات الهروب الكبير، نص الجدول بقى اسمه الهروب الكبير، وهنشوف ايه الحكايه في هذا اللقاء. ادي مهاب وادي اختراق وستانلي وهدف اول 41 ثانيه واختراق ومن العمق و41 ثانيه ويتقدم ستانلي وبيرد علينا. نلعب بستانلي بقى، بنلعب بكامبشزار، بنلعب بسيدي بيش، احنا بنلعب كوره. وفعلا مهاب سعيد اخترق وسرعه ستانلي، بص حضراتكم، بصوا اتحرك بدون كره وعدى ضحك على محمد جبر وويلسون. هي دي بقى ايه يسال عنها مين بقى؟ الهدف ده يسال عنه مستر مكيده واللعيبه. لازم انا اكون اول 5 دقائق متحفز، اول 5 دقائق في اي لقاء، واخر 5 يطلعها طه عادل تنزل في نص ملعب عند اشرف، انما ياخدها وتصويبه مبختها فيها كده عقربه من عاشور الادهم تقريبا، يمسكها امير عبد الحميد. 6 دقائق من البدايه، وبدايه وادي دجله صاحب الملعب اليوم مع المصري. هي الكره كده اهوت، سلم واستلم ويلعب من غير حركه، اتخطفت من اهو جابوها تاني، انما ياخدها النادي المصري. تنزل الكره على طول لعمرو وتتخطف بفاول صح، فاول صح ومصفر صح طارق مجدي. وخلاص يا عم داوودة وحقك علينا، وكنت عامل حته كويسه، انما هي كره كده لازم امنعك. الراجل يعني اسلام عادل مجهود كبير جدا جدا في نص الملعب وفي الخلف، وضربه حره مباشره للنادي المصري بيرفعها حلو قوي محمود عبد الحكيم. نص ساعه من زمن الشوط الاول، ولازال وادي دجله متقدم بهدف ستانلي بعد 41 ثانيه، ولازال النادي المصري بيحاول، ولكن مفيش اي خطوره في النص ساعه. واحمد سمير بيقول له العبها لي هناك يا عبد الحكيم، وعبد الحكيم بيقول هديها لمين، وبيلعب اوفرات حلوه قوي زي المسطره، اي حد فاهم، وساعات بيشوط برضه، لعيب خماسي كويس. انما النهارده بيلعب 11، وده كلام كده مع الحكم طارق مجدي بيحذر الناس اللي بتقفش في بعض. وضربه حره مباشره للنادي المصري. محمود الله مين يلمس مين؟ مفيش مين بصوا بيلعب كوره حلوه، بس الناس زمايله نايمه. كوره زي المسطره، يعني ايه زي المسطره؟ جايه اي بص علو حلو قوي، اي حد يلمسها جول، انما راحوا زي السمان ده دافع بيه وتبنى الامور وقص عليه، واحمد رفعت برضه. وادي على طول هجمه سيد سالم، انما محمد عواد ينقذ فرصه ثانيه حقيقيه. ادي اختراق لسيد سالم، وادي صدى من محمد عواد، استعجل سيد سالم، وعواد خد واحده من محمد فاروق وواحده من سيد سالم، جوان شبه انفرادات، وضربه ركنيه لنادي وادي دجله. تتلعب الضربه ركنيه وتعدي هناك سام عرفات. اذا المصري فتح خطوطه هتبقى مشكله بالنسبه له. على طول سيد سالم ويلعبها حلو، الله على ويلسون، انقذ فرصه هدف، لان اللاعب بتاع وادي دجله داخل اي كلام. ادي مهاب نشاط ملحوظ يخلصوا الماتش بيه. يا ولد يا عواد 3 أهداف، هدفين في الشوط الاول وهدف اهو في الشوط الثاني. وادي وادي دجله بيرمي بياضه وبيلعب الاداء بتاعه الطبيعي اللي خده دش ما بين الشوطين. وضربه ركنيه اتنقل لها، هيلعبها تامر محب على طول. تامر محب الله تعدي عرفات، ترقيصه ما لقاهاش، انما ستانلي ولا هدف الثاني. يا عم ستانلي و8 اهداف لستانلي، ده قرب 6 اهداف. امال غلطتوني ليه في الشوط الاول يا عم بدوي؟ انت قلت لي 7 يا عمي. المهم 6 اهداف لعم ستانلي. ووادي دجله بيقول لك لما عاوز اجيب جوان اجيب، لما عاوز اعمل، انما يعني خلص بدري على النادي. اهو الراجل لقطه المخرج بتاع المباراه هناك حلوه قوي، جايب
مستر مكيده ملوش شنب انما بيلعب في الهواء. بصوا يا ولد يا ولد يا ولد، جات له صدفه. ادي بقى الهدف الثاني ستانلي، والهدف الثاني يعني بعد 9 دقائق من زمن الشوط الثاني يتقدم وادي دجله بهدفين احلى من بعض. ادي ميزه. بصوا بقى بقول كده، بعد 41 ثانيه من الشوط الاول هدف لستانلي، وبعد 9 دقائق من الشوط الثاني هدف ثاني، وبعد 10 دقائق هنشوف هدف ثالث وادي في الدقيقه 10 او في الدقيقه 52 في الدقيقه 12 نشوف هدف ثالث، وفتحت العمليه بقوا 7 زي ما قالوا لي في الشوط ده. 7 اهداف لستانلي. ستانلي النهارده هاتريك، ستانلي هاتريك بعد 12 دقيقه من الشوط الثاني، الهدف الثالث ليه. اذا ستانلي ممكن يقعد يعني داوودة واغا ولا دودي ولا ايه بالظبط النهارده. بصوا السرعه سلاحها، وانا قلت لحضراتكم لو وادي اللي احنا بنشوف دلوقتي فتح الخطوط بتاع النادي المصري مش لصالحه، لان في سرعه 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 ما بين حسام عرفات اهداه كوره الهدف الثاني واهداف الهدف الثالث، واستنلي النهارده راجل هاتريك و3 اهداف ينعش بيها وادي دجله اهو. وحماده صدقي في نص الملعب على طول ليه طارق العجمي يشوط على طول. طارق اي حاجه في ايد امير عبد الحليم. مفاتيح كتيره يقدر يخترق. ادي الكرات الطويله وعنده عنصر السرعه، تمرير صح وعنصر السرعه. انما قال له تعالى برده ما جاش. على الهدف الرابع، على الهدف الرابع، الهدف الرابع ده لمين؟ ده ده فاروق باين ولا مرغاني؟ هنشوف مين ده. ده المرغاني المرغاني الشمس جت عليه ففاتح. نعرف المرغاني دامع. 4 اهداف 4 اهداف قاتله. لسه بقول لحضراتكم عندهم مفاتيح لعب. وادي اهو يعني حماده صدقي بيرعى لعيبته اللي سجدوا على الارض وعلى طول احمد المرغني وهدف رابع. المرغني في الدقيقه يعني 19 من زمن الشوط الثاني. 4 اهداف والقادمون من الخلف اهو. فدان حظ ولا ايراد شطاره، انما هنا ايراد شطاره الصراحه. شطاره من وادي دجله، عمل كل حاجه، مستغل الراجل الطيب ده، عمل كوره حلوه قوي. ناس تقول لك الله امال الاهلي والزمالك ما بيجيبوش الناس اللي زي دي ليه؟ قال نقول له النادي الاهلي جايب واحد بيفتخروا بيه دلوقتي، هنشوف هل هو استنلي ولا هيطلع الشضي ولا ايه. المهم ادي المرغني اخيرا يبان ويظهر ب4 اهداف. لما يحسب للعيبه في ضبط وربط في الملعب، هي مساله امكانيات. انا اعتقد ان مستر مكيده بعد هذا اللقاء هيكون ليه يد طولي مع بعض اللعيبه، لا اما تلعب كوره لا اما ما تلعبش لحسابك، لا اما ما تحتفظش بالكوره لا اما تقعد، حاجات كده بقى. اللي ما بقاش يعني المدرب يبقى ايه ادي هدف اهو، انما على طول هدف شكلها هدف اهو. ياسر اللي جابه احمد ياسر اهو، تابع كوره. بقول لحضراتكم الراجل فكر لقدام. خلاص بقى انا عاوز الراجل اللي يتابع، الراجل اللي يجري، الراجل اللي ينفذ فكري. خلاص مكيده اهو. ادي الكره تتلعبت على طول، وادي تصويبه حلوه، ادي تصويبه حلوه ومتابعه احلى وهدف يعني الشرف تقريبا. ادي على طول رؤوف عمل هدف، انما كملها احمد ياسر وهدف. يعني بيقول يا مستر مكيده احنا موجودين في المستقبل لو انت عاوزنا. في الدقيقه 40 من زمن الشوط دار تشغيل محمد العشري، مراسل الملعب خالد الكردي، مهندس صوت طارق عباده، ومونتاج ومساعد مخرج احمد طايل، وهويدا النجار وهند شوبير، والنور ولع والكل جه. استوديو التحليلي. ما تنسوش الساعه 7 النادي الاهلي في مفترق طريق ناحيه البطوله. ادي التصويبه وضربه مرمى. انبي عنده 32 نقطه، وادي دجله عنده 32 نقطه، وانبي 37 نقطه، والزمالك 40 نقطه. ولكن في عدد مباريات مختلفه. ولا اهلي عنده 28 نقطه. المباراه مفترق طريق ما بين الانطلاقه الى القمه او يعني واحد يقول لي ما تقعد ساكت او ايه، هسكت لما نشوف الماتش هيبقى ايه. الساعه 7 النهارده الاهلي